عمرك تخيلت ان في علاقه وثيقه جدا ما بين الفنان احمد امين والملك توت عنخ امون؟ والعلاقه المشتركه كانت بينهم الصفاره. كانت من اهم مقتنيات الملك توت عنخ امون صفاره، وبيتقال عليها باللغه العربيه البوق. كان طولها حوالي 50 سنتيمتر، وكانت متكونه من جزئين، جزء خشبي والتاني برونز. ارتبطت الصفاره دي باشاعات كتيره جدا، ومش بس اشاعات، دي كوارث، ومش كوارث محليه، لا دي كمان عالميه. في سنه 1939 قدرت الاذاعه البريطانيه ان هي تقنع مصلحه الاثار وقتها بعمل بث مباشر من الصفاره، وبعد 5 دقائق بس من بدايه البث الكهرباء قطعت عن كل الاجهزه اللي جايبينها البريطانيين معاهم من هناك. هتقولي يعني ما هو طبيعي، انت في مصر والكهرباء عادي انها تقطع. والحمد لله الكهرباء جت وبدا العزف، وبدا الموسيقار الشهير جيمس تايبر بالعزف واندمج بقى وكانت حكايه. لكن الغريبه بقى ان برضو بعد 5 دقائق بالظبط وبعد ما اندمج كده وعاش الدور الصفاره اتكسرت. لكن ما تقلقش، الحمد لله صلحوها. المشكله ما كانتش في كسره الصفاره، المشكله الاكبر اللي حصل بعد كام شهر من بعد ما صفروا بالصفاره. قامت الحرب العالميه الثانيه. طبعا هتقول على القصه دي تخاريف، ده بالظبط اللي قاله امين متحف سنه 1968، وقال لهم عايزين نثبت لكم يعني ان كل الكلام ده فاضي، هات لي يا ابني الصفاره. وقال لهم طب اهو، ونفخ في الصفاره. ما كانش عارف انه بكلامه ده هينفخنا كلنا وتقوم الحرب بين العرب واسرائيل سنه 1968. نتعلم بقى من اللي حصل ده ونبطل ننفخ في الصفاره ابدا. تيجي علينا سنه 1990 وينفخوا تالت في الصفاره، ووقتها طبعا تحصل حرب الخليج. هتقولي بقى هي صدف وحكايات، لكن لما اجي اقول لك ان الدكتور زاهي حواس طلع بتصريح ان تم النفخ في البوق ده قبل ثوره 25 يناير، ساعتها بقى تتاكد ان الصفاره دي فيها حاجه. اعتقد بقى كفايه نفخ وخفوا علينا شويه. الله.